خالد المصري، مدير المكتب الاعلامي لشباب 6 ابريل. ممكن نعرف اسباب وقفه النهارده ايه؟ النهارده الوقفه دي هدفها ان احنا نقول لا لقانون الطوارئ، لا لتمديد العمل بقانون الطوارئ. هدفها ان احنا نقول توقفوا عن القبض العشوائي على الشباب، توقفوا عن القبض باثر سياسي على الشباب. هدفنا ان احنا نقول بلاش محاكمات عسكريه للمدنيين، لانهم لازم يتحاكموا قدام قاضيهم ما تراجعناش. واحنا 6 ابريل من وقت تاسيسها في 2008 وحتى الان ومع تعاقب 4 انظمه بتتعرض لحملات تشويه، وطبعا احنا دايما بنرد على حملات التشويه بان احنا بنزود في الشغل بتاعنا. عدم نزولنا في الشارع في الفتره اللي فاتت نتيجه لحاله الالتباس اللي كانت موجوده في الشارع، وكان في مظاهرات بتطالب بعوده الرئيس المعزول، وده طبعا احنا ضده وما كناش عايزين الناس تستفيد من نزولنا في الشارع للخدمه على القضيه بتاعتهم. ولكن احنا النهارده وقفتنا وقفه رمزيه غرضها انها تقول لا اسماعيل منسق حركه شباب 6 ابريل ضد الطوارئ وضد تمديد حاله الطوارئ لمده شهرين، واللي عمل كده مجلس الوزراء من يومين بحجه وهي بحجه اغتيال وزير الداخليه او وجود محاولات ارهابيه في البلد. الطوارئ يعني عدم استقرار في البلد، الطوارئ يعني غلاء اسعار، الطوارئ يعني الشعب كله متأزم من حاله الطوارئ. محتاجين نبدا نعيش، نرجع تاني مرحله استقرار، نبدا نبني البلد تاني، نبدا نركز في الدستور ونركز في انتخابات برلمانيه وخطه الطريق نبدا نراقبها ونشوف، نبدا نحاول نعمل عزل للفلول النظام السابق. محتاجين نعمل عزل للاخوان، محتاجين نبدا نشتغل عشان خاطر الفتره اللي جايه. محتاج ان احنا نبدا نشتغل، مش نبقى طوارئ وحظر تجول والكلام ده كله. محتاجين ننهي